السلام عليكم. وحشتوني. هو ليه دايما احنا بنكرر الكلام وليه دايما بنحاول نذكر الناس؟ لاني والله الواحد مر بحاجات كانت ممتعة جدا من شدتها يعني و- وتعب الواحد فيها. فدايما عشان كده الواحد بيحاول يكلم الناس. بصوا يا جماعة، وشبابنا وبناتنا عشان ما يهلكوش نفسيهم. يعني مثلا عندي بنتي لما تيجي تقبض عايزه تشتري لبس وعايزه. طب يا بنتي هاتيلك حاجه مفيده، هاتيلك حته ذهب، هاتيلك مش عارف ايه، احنا مثلا على قدنا يعني بمرتب الشهر الحمد لله، وهذا فضل الله. اهم حاجه الستر يعني، الستر والصحه يا جماعه اهم من كل حاجه. فطبعا انا عايز يا جماعه، ولا جسم هيشكر جسمك لو لبست له احسن حاجه في الدنيا واغلى حاجه. مش هقول لك يا حبيبي كتر مش هيقول. السرير انت اللي بتنام عليه، مش ما تنام على سرير ما حصلش ومرتبه ما حصلتش، هياخدك بالحضن وانت نايم ويقول لك تعالى في حناني تعالى. مفيش حاجه تشكر ولا معدتك. والله العظيم كلت واحد فول زي كلت واحد سمون في مين. هي معدتك هتشبع في ده وفي ده، مش هتقول لك شكرا. احنا بنقول للناس ليه؟ عشان الناس ما ترهقش نفسيها بمصاريف كتير وما ترهقش اهلها بمصاريف كتير في وضع ان احنا الجنيه دلوقتي ما بقاش ليه قيمه. يعني ايه حضرتك؟ يعني انت يا ابني او يا بنتي ابوك بيقبض مثلا 5000 ولا 10000 وانت فاكر دول هيعملوا حاجه؟ يا بنتي انتوا بس دروسكم تخشوا في 5 6 وتدفعوا كهرباء وتدفعوا سكن وتدفعوا فيبقى في رحمه. افهموا يعني. خشوا مثلا يعني انا خشوا مثلا كورس برمجه. يا جماعه هو ده اللي شغال دلوقتي. كل واحد غلبان معهوش فلوس وعلى قده يوجه لعياله للبرمجه. ممكن تشتغل وانت في بيتك مع شركات العالم كلها وتعمل احسن مرتب. دي نصيحه احنا بنقولها لعيالنا. احنا لما بنشوف حاجه وبنسمع عنها بنيجي نقول لكم على طول. ليه؟ لان احنا هدفنا هنا ان احنا نواجهكم كل خير، او نحاول نقول لكم ان احنا تعرضنا لواحد اتنين تلاته فانتوا برمجه. خش بدل ما انت يا بنتي ولا انت يا ابني ماسك تليفونك طول النهار على التوك توك وعلى اليوتيوب وعلى الكلام الفاضي، الله يسترها عليك. خش اعرف يعني ايه برمجه. والله تشتغل وانت في بيتك ومش محتاجه مؤهل. انت لو عندك تالنت يعني عندك موهبه ونفسك في الحاجه دي، لا ما تقلقش. البرمجه يا جماعه شغلة العصر دلوقتي ومن زمان، واعرف ناس ربنا كريمها اشتغلوا يا جماعه برمجه. البرمجه خشوا اعرفوا يعني ايه برمجه وتشتغل مع الشركات في كل الدنيا وبيبعتوا لك فلوسك على البيت، على يعني المكان اللي بعت فلوس. توفيق يا ولاد، توفيق يا حبايبي.